رسميا انتهت مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بفوز برشلونة على اتلتيكو مدريد 1-0 ومجموع المباراتين 5-4. رسميا برشلونة يواجه ريال مدريد بنهائي كأس ملك اسبانيا. شبكة المباراة يوم 26 ابريل، يعني 26/4 بهذا الشهر، يعني تقريبا بعد 23 يوم عن مباراة برشلونة وريال مدريد بنهائي كأس ملك اسبانيا. والطامة الكبرى الحكم سيزار سوتوغرادي اللي لغى هدف لامين يامال بذاك الموسم وصار عليها جدل. الهدف اللي كان صحيح لبرشلونة ولغاه بوجود الفار راح يحكم هاي المباراة. يعني ما ادري الاتحاد الاسباني ما عندهم غير هذا الحكم بكل مباراة مهمة، بكل مباراة كلاسيكو يجيبون لنا هذا الحكم. على العموم نهائي كأس ملك اسبانيا يوم 26/4، يعني بعد 23 يوم. هاتوا لنا ريال مدريد نريد نسحى لهم من جديد. هواية هايطون جماهير ريال مدريد، يقولون جيبوا لنا برشلونة، جيبوا لنا برشلونة. الظاهر ما تابوا من الأربعة ولا تابوا من الخمسة. تعالوا اجيتوا الله جابه، تعالوا ريال مدريد خلينا نسحى لكم من جديد. اذا ذاك النهائي انتهى 5 وبطرد تشيزني، هذا النهائي راح ينتهي 7 أو 9 عادي، ماكو مشكلة، لا تتفاجئ. برشلونة حاليا افضل فريق بالعالم، واليوم اتلتيكو مدريد لو مو الفرص اللي ضيعناها كان هسه فايزين على اتلتيكو مدريد اقل شيء 3-0. جماهير ريال مدريد اريد اسالكم سؤال، شنو احساسكم وانتم راح تواجهون برشلونة للمرة الثالثة بهذا الموسم وغير مباراة الدوري؟ خايفين ما خايفين؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. والله العظيم فرحان بمواجهة ريال مدريد بنهائي كأس ملك اسبانيا، راح نفوز عليكم مرة ثانية. هاتوا ريال مدريد. شنو رايكم مواجهة ريال مدريد؟ وكتبوا لنا من راح يفوز. وشنو رايكم مواجهة برشلونة واتلتيكو مدريد اللي انتهت بفوز برشلونة 1-0 على اتلتيكو مدريد؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. بوم.